ازيكم عاملين ايه؟ كنت جعانه قوي 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 وعاوزه حاجه دسمه كده وحرشه كده وحلوه اكلها واشبع كده وانام. فبسأل جوزي هناكل ايه؟ قال لي عاوز بيتزا. قلت له لا بالسلامه انت يا فرج يا اخويا. جدتك الله يرحمها عماله ترن عليك بقالها ساعتين، شوفها لا يكون في حاجه مهمه، يكون جايلها عريس ولا حاجه. فهو توكل على الله. وانا عملت العظمه اللي قدامكم دي، بطه محشيه مكرونه، وهتشوفي المكرونه اللي جواها قد ايه مفرفره، والبطه مقرمشه من بره وطريه وجوسي من جوه. البطه دي كان خالي امي طلع لها فدانين ورث، فهو عزمها على كوبايه شاي وادالها البطه ديت وكخد الفدانين. فامي قالت لي انت احن واحده في اخواتك، والله الله ابدا اكبر البطه دي ما عليك. تتعزش عليها. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ بس فدتني البطه وقالت لي إيه خديها وبادي لكل واحد من اخواتك جناح وخلاص. فالمهم ايه، غسلت البطه ووديتها الكوافير وظبطتها وعملت لها ليزر كده. واهم حاجه تكون نظيفه جدا جدا من جوه، علشان خاطر احنا هنحشيها مكرونه فتبقي تاكلي وانت مغمضه. انا بغسل الطماطم البطه بطماطم وبظبطها يعني وكده، وليمون وملح وحاجات، بس ما بحطش بخل، علشان خاطر ايه بيعمل بيثبت ريحة الزفارة. المهم ببص مع البطة كده اللي احنا كنا شاحتينها وورث امي ديت، لقيت الزلومة دي. انا مش عارفة هي ديت زلومة البطة، ولا دي كان خالي دبح معاها زرافة، مش عارفة هو كان بيضحي ولا ايه. فخلاص انا نقعت البط حوالي نص ساعه كده. البط بصوا يا جماعه زي عصير المانجا كده، ما بيحبش اضافات. البط كمان ما بيحبش توابل كتير. فانا عملت بصلايه مبشوره طبعا عشان نملح البطه، ما احنا مش هنحطها عدبه كده لان انا مش هعمل شوربه ولا عايزه اعمل مواعين ولا الكلام ده، فانا هعمل كله في صينيه واحده. رحت جايه متبله البصل بشويه ملح وشويه فلفل اسمر، وهتنزلي بقى على البطايه كده وتقعدي تعملي لها مساج. ما احنا تعبانين فيها، ضم شايلها من البلد لحد هنا مخصوص. وبعدين خالي برضو اي نعم خد الفدانين، بس كان زعلان جدا على البطه دي. المهم قعدت اتبل في البطه وادعكها بقى بالفلفل الاسود والملح والبصل من كل جهه كده فيها، علشان خاطر ايه يبقى طعمها حلو. البطه دي مش هتاخد وقت في التتبيل ولا اي حاجه. هي اصلا طعمها حلو، البط له طعم ونكهه من غير حاجه، وتطلع ريحتها قويه جدا وهتقلب لك البيت كله. فما تحاوليش تحطي فيها توابل لانك هتبوخي الطعم بتاع البط والحمام، بيتعملوا كده. المهم هفضل اتبل فيها كده واظبطها، وطبعا مش هنسى الزلومه والكبده والقناصه، هتبل ده كله برضو ايه بشويه البصل. دي بصلايه واحده على البطه بتبقى حلوه قوي. تمام. هفضل اتبل فيهم كده واظبطهم، والاخر هجيب بقى ايه الصينيه اللي انا هعمل فيها. يعني بصي امشي معايا بالخطوات كده علشان خاطر على ما البطه برضو تشرب من البصل كده دقيقتين. لا مش هعمل البطاطس دلوقتي، انا هعمل المكرونه اللي انا هحشي بيها عشان تلحق تبرد. جبت معايا طاسه وحطيت او حله يعني اللي موجود، حطيت فيها شويه زيت يسخنوا، وحطيت الطماطم كده على طول. طريقه المكرونه اللي انا بحبها وهتلاقيها تحفه، مش هتاكلي بحلاوتها، هتلاقيها على القناه لها فيديو مخصوص. تمام. المهم انا يا دوب انا هسيب الطماطم تاخد غلوه واحده، انا مش هسيبها تتسبك وارجع احط لها ميه، لا انا عايزه المكرونه تستوي في الطماطم نفسها ويسبكوا ويستووا مع بعض، فتقوم تطلع طعم، عارفه اللي هو بتاكليها وتلاقي نفسك بتعملي كده، عارفه الطعم ده واصلكوا احساسي طبعا. المهم هي يدوب خدت غلوه واحده اهوت، حطيت الملح والفلفل الاسود، وهحط شويه خل. المكرونه ما بيتحطلهاش ازيد من كده، في مليون طريقه للمكرونه، بس الطريقه دي ما بنحطش فيها ازيد من كده. ومن زمان من ايام جدتي وكله الله يرحمها، هي لسه عايشه وقاعده هناك، بنعمل المكرونه بالطريقه دي وحلوه وزي الفل. تمام. حطيت بقى اهو شويه الخل وهدوق الملح بتاعها اشوفه مظبوط ولا لا. وبعد كده ايه هنزل بالمكرونه. انا مش عاوزه المكرونه تستوي، انا عاوزاها يا دوب تشرب الصلصه الطماطم دي ويلزقوا في بعض كده، لان انا لو حطيت المكرونه نيه وجيت حطيت عليها الطماطم وفي قلب البطه هتبقى شوربه، وهتلاقي الطماطم دخلت على البطه، واحنا مش عايزين البطه بطماطم، احنا عايزين المكرونه هي اللي بطماطم. فاهميني؟ ان شاء الله. فاحنا عملنا كده، وعشان كل شيء يبقى مستقل بذاته، البطة تبقى ببصلها وفلفلها، والمكرونة تبقى بطماطمها. حلو الشعر ده؟ ماشي.
فاحنا بقى هنسيبها مع بعض كده لحد ما ايه تشرب زي ما انتوا شايفين كده الطماطم. وهفضل بقى اقلبها تقليبتين كده عشان خاطر ايه ما تلزقش في بعضها، لان انتوا عارفين المكرونه دي بيبقى فيها نشا وبتلزق في بعضها على طول. المكرونه دي عايزه اقولك احلى طريقه هتاكلي بيها المكرونه في حياتك كلها، خطيره والله العظيم. عارفين الناس اللي هم زي حالاتي بيجوعوا اخر الليل دول، دي اسهل واسرع مكرونه وطعمه. انتي اصلا هترفضي تاكلي اي حاجه جنبها لان هي لوحدها كده حلو. تمام. احنا طفينا على المكرونه، وعايزه اقولك حتى لو المكرونه استوت منك حطيها برضو في البطه ومش هتعجن ولا اي حاجه. جبت بطاطس وبصل وفلفل متقطعين زي ما انتوا شايفين. دي الحاجه الوحيده اللي حطيت لها توابل. حطيت قرفه مطحونه ربع معلقه كده بتخليها جميله قوي، وحطيت فلفل اسود وبهارات، وحطيت كاري وبابريكا. تمام. والملح بقى، واحط شويه زيت كده بسيط، وهروح بقى ايه دول شويه طماطم فاضلين من المكرونه، وهقلبهم في بعض اهو. اهم حاجه تدعكي بايدك. بصي اي ست انا لا بربي ضوافري ولا اي حاجه، وايدي دي بتتغسل مليون مره. يعني انت بتشوفيني بمسك البطه كده بس بروح اغسلها كذا مره وبرجع تاني، بس اكيد مش هجيب ده كله في التصوير. تمام. بس فانا بعد كده بقى راح احط عليها البطه وكله. بصي في مكان واحد ازاي. البطاطس عملنا صينيه بطاطس سهله جدا وسريعه. عايزه اقولك دي اطعم بطاطس هتاكليها في حياتك. والبطه يا دوب تبلناها اهوت مفيش، والمكرونه عملناها في ثانيه. وعايزه اقولك تشرفك في اي عزومه، وجميله جدا. وهتشوفي في اخر الفيديو ان المكرونه ولا عجنت ولا اي حاجه، والله طعمها قوي جدا جدا جدا، يبقى يخلي البيتزا بقى تنفع. تمام. انا جوزي ما بياكلش البط ولا المحشي ولا بياكل انواع معينه من السمك، ولا بياكل المكرونه بصلصه نفسها، هو ما بيحبهاش. يعني ما جربش حتى ان هو يدوقها من ايدي. هو عنده عقده منهم من هو صغير تقريبا، فما بياكلش اي حاجه من الحاجات دي، ولا كفته رز. يعني انسان غريب ملناش دعوه بيه. انا بعمل اللي انا باكله، وانا اللي هاكل البطه دي كلها لوحدي. يقولوا ما شاء الله يعني. تمام. بس انا هحشيها كده. وتجيبي بقى القناصيه الجميله الاموره مشوفي متنضفه فل قشطه كده، وتروحي حطها قافله بيها البطه، ولا تقعدي تخيطي ولا خله سنان ولا اي حاجه خالص. احنا مش عايزين نتعب نفسنا في اي حاجه عشان تلاقي عندك صحه ومجهود تنكدي على جوزك لما يرجع. تروحي جايه بقى قلبه البطه ليه؟ عشان لما تنزل الميه بتاعتها تنزل في الصدر كده، تخليه جوسي وطري ومستوي ويبقى جميل قوي. وما تنسيش تحطي الزلومه والكبده عشان الكبده بيبقى طعمها حلو قوي في الصينيه دي. تمام. اهو هنيجي بقى نغطيها بالفويل. انا المفروض تحطي ورق زبده عشان تبقى صحيه اكتر، بس انا ما كانش عندي ورق زبده عشان انا واكله عليه الفسيخ كله. فايه حطيت الورق الفويل وتدخليها بقى الفرن، ونقول لها ايه باي باي كمبوره. اهم حاجه يكون الفرن عالي لمده نص ساعه بعد كده. سلامة، مع ألف سلامة. خلي بالك من نفسك. هتوحشني يا جون، هتوحشني يا حبيب قلبي. جينا هنا بقى عملت له بيتزايه كده جميله. البيتزايه دي اطعم بيتزا هتاكليها في حياتك، لان هي معموله من عجينة الباتيه معجون بالزبدة النيوزيلندي والسمنة البلدي، خطيرة. تقوليليش بقى بيتزا ايطالي وبيتزا مش عارف ايه، انا معرفتش اقطعها. اي نعم ما مطتش ولا اي حاجة، بس خطيرة. هي كانت سخنة جدا ما كنتش قادرة ان انا امسك، بس تحفة تحفة والله. احلى من افخم المطاعم اللي هتاكلي فيهم بيتزا. يسيبك من يقولك البيتزا بتحطش عليها وما بتعملش، دي متكلفة يعني. ودي بقى طبعا البطه. عايزه اقولك ان انا اكلت معاها اصلا نص البيتزايه، وجيت كلت بقى البطه بتاعتي الحلوه دي. بص المكرونه من جوه مفرفره وجميله جدا جدا وحلوه، والبطه جوسي وجميله، والقشره مقرمشه من بره. وما حطيتش اي حاجه، انا شلت الصوص اللي تحت وحطيت منه على البطه بس حمرتها وبس يا ستي. ولو عجبتك ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكي. وباي.